السلام عليكم أخواتي، أهلا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم كنافة بالشيكولا، تجي بزاف بنينة وبزاف تشهي، وفي كل مرة نقول لكم سامحوني وشهيتكم في الجنة، لخاطر راني عارفة المنظر راهو يعبر عن نفسه. تجي بزاف شابة. احنا في الجزائر نسميو الكنافة قطايف، وفي الوطن العربي وسوريا يقولوا لها كنافة. بداية عندنا المقادير: 400 غرام كنافة مقطعة رقيقة، أنا قطعتها بالمقص، وزوج ملاعق كبار سكر ناعم. المقادير كنت كتبتهم، هم يبانوا في الشاشة، كانوا يبانوا في الشاشة. ودخلت المكونات مع بعض بهذا الشكل. وعندنا هنا السمن ذايب وبارد بالعبر، نشربوا به هذيك الكنافة بهذه الطريقة. بين يدي شربت الكنافة بالسمن الذايب والبارد. هنا الكمية ما كفاتنيش تاع السمن، زدت شوية هكذا بهذا الشكل، ودخلت مليح السمن في الكنافة نتاعنا حتى نتحصلوا على هذا القوام هكذا بهذا الشكل، تتشرب مليح بالسمن الذايب. انا عندي مقله صغيره نخدم فيها الكنافه، وكاين سنيوات صغار مخصصين للكنافه، اللي حاب يخدم في هذوك السنيوات صغار. انا نحب نخدم في هذه، ما هي كبيره ما هي صغيره، وخدمت زوج، درت واحده في السنيوه في الفور، وواحده درتها في المقله. جبت هذيك في الاول قبل دهنت المقله بالسمن كما شفتوا مليح مليح، وجبت كميه تاع الكنافه ماشي خشينه، ماشي تبقى خشينه، فرغتها في المقله تاعي ولا في السنيوه كما تحبي واش يساعدك، ودكيتها مليحه مليحه مليح، وسقمت الجناب، طلعت على الجناب وسقمتهم باش كي ندير شيكولا ما تفيضش على المقله. كما راهي تبان الصوره، نتمنى ان شاء الله تكون الفكره وصلت. فرغت الشيكولاطه، انا عندي شيكولا مرجان، استعملت المرجان، واللي عنده ماركه واحده اخرى يستعمل الماركه اللي تساعده واللي تعجبه. درت الشيكولا بهذا الشكل ومشيتها، وما لحقتش على الاطراف كما كنت قلت لكم، الاطراف طلعتهم شويه على المقله. زدت شويه شيكولا، حسيت اللي ما كفاتش، سقمتها مليح، وجبت شويه تاع الكنافه زدتها من الفوق، سقمتها من الفوق هكذا بهذا الشكل مليح، سويتها مليح مليح في الجناب من الفوق. كي ديري الشيكولا من الفوق ما نضغطوش، لخاطر الشيكولا راكي عارفه واش يصرى، ضغطنا غير على الطبقه التحتانيه فقط، غير على القاعده. من الفوق نديروا الكنافه، وسقيتها شويه بالسمن من الفوق، غير شويه ما كثرتش، وحطيتها على الطابونه صاير داير الطيب على نار متوسطه قولي قليله. كي حسيت بها حمارت زدت قلبتها بهذا الشكل ورديتها فوق النار، ما زدت لها لا سمن لا والو، دوك خلاص سمنها راهو فيها. وها هي الخبزه الثانيه اللي عندي سنيوه صغيره، درتها في الفور نفس الطريقه بالشيكولا، ونفس الطريقه كما اللي درتها في المقله. كنافتي راهي طابت، فرختها في التبسي. السيرو كنت وجدته من قبل، خليته عندنا كيلو سكر عادي 400 غرام، ما نحطهم فوق النار يغليو، ونخليهم 10 دقائق مور اللي يغلي، نبدا نحسب 10 دقائق ونسقي الكنافه تاعنا سخونه والسيرو بارد. والسيرو كنت كي يغلي كي يطيب ونطفي عليه النار، ندير له مغيرفه نتاع ملعقه واحده كبيره تاع الجلوكوز. هذه هي الكنافه، قطعتها شهيتكم في الجنة، جات بزاف بنينة خطيرة. نتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، وحاولت اختصرت ونقصت قدر الامكان باش ما يكونش طويل وما يكونش ممل، عفوا وما يكونش ممل. شهيتكم في الجنة، وكلمة بنينة قليلة على الكنافة تاعي، جات ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجحوا. هذا هو الفيديو تاعي نهار اليوم، والسلام عليكم.